السلام عليكم أيها الرائعون متابعي قناة هل تعلم ديزاد. اليوم حقا أريد منكم التعليقات الكثيرة والكثيرة في هذه الحلقة الجديدة التي سنعرض لكم فيها شخصية جميلة. إنها شخصية جميلة جدا، لا طالما أضحكتنا هذه الشخصية ولا طالما أفرحتنا جميعا في كل العائلات الجزائرية. من هي هذه الشخصية؟ إنه الحاج الأخضر بوخرس، ممثل فكاهي جزائري من مواليد 1964، متزوج وأب لطفلين، يعتبر من بين أبناء الجزائر ما بعد الاستقلال. ينحدر من ولاية برج بوعريريج أين نشأ وترعرع هناك، وسبق له وأن شارك في التمثيل إلى جانب ممثلين كبار من أمثال عثمان عروات، ولديه مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات. كما سبق له وأن فاز العالم الفارط بجائزة قدمها له التلفزيون الجزائري من أحسن برنامج في مسلسل عمارة الحاج الأخضر بأجزائه الثلاث. وفي عام 2016 شارك في السلسلة الفكاهية الحاج الأخضر وميمو في دور البطولة، حيث لعب أب لميمو محمد خساني. وفي سنة 2017 شارك في السلسلة الفكاهية جروم وجروما الذي تم عرضه على قناة الشروق تيفي. أعماله كرنفال في دشرة سنة 1994، بين البارح واليوم أكتوبر 2000، من الدوار إلى الدوار 2004، جروبي بالاس 2005، خالي والتليغراف 2007، الأخضر والبيروقراطية 2007، عمارة الحاج الأخضر 2 2008، عمارة الحاج الأخضر 3 أفريل 2009، سوق الحاج الأخضر 2009، عمارة الحاج الأخضر 4 2012، هموم الناس 2012، عمارة الحاج الأخضر 5 2013، جروم وجروما 2017. متابع قناة هل تعلم ديزاد، إنها شخصية جميلة ومحبوبة جدا. ألف تحية للحاج الأخضر. أريد منكم أكبر تعليقات وأكبر تحية لهذه الشخصية الجميلة. متابع قناة هل تعلم ديزاد، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا، لا تنسوا تفعيل الجرس كي يصلكم الجديد كل يوم، ولربما ستكون أنت أيضا شخصية نتناولها. إلى اللقاء.